Welcome back to خط مستقيم Enneagram Edition. Enneagram دوت علم بيشرح أنماط الشخصيات. تمام. وبيقسم الناس لأنماط مختلفة، وبيبقى different schools بت approach ب different perspectives. I'm gonna هشرح البرسبكتيف بتاعي. برضو عشان ابقى very honest، انا مش هشرح كل حاجة لان this is a huge science. و... وكل حد بيدرسه again بالperspective بتاعه. ولما هشرح اكتر هتفهموا بعض التفاصيل ان في اختلاف الشخصيات بتخلينا نشوف الدنيا بعيون مختلفة وبزوايا وangles و perspectives that are different. فكل حد لما بيجي يشرح الانياجرام بيشرحه فعليا بفليفر مختلف. ومش بس كده، الانياجرام كل ما بنغطس فيه، وهو المفروض نتعلمه عشان نغطس جواه مش عشان ناخده من على الوش كده بس، بتيجي نكتشف ان هو بيبقى more detailed وفي كمية variations مش طبيعية لمصلحتنا مش ضدنا. علشان احنا فعلا ربنا بيخلق كل انسان يونيك الى حد كبير. والانسان اكبر من ان حته ساينس او وات ايفر يجي يقول لك والله انت خد الكتالوج. Enneagram is not about giving you a catalog. الناس اللي بتاخد الانياجرام من على الوش بس وبتفهم بس شويه القشور وتعرف ال very basic اللي هي بالنسبه لها الانترودكشن، اللي هي انا ممكن اقولها فري في اي حاجه. غير لما تروحي بقى تاخدي كورس تبتدوا تخشوا ديك ديب وتبتدوا تفهموا التفاصيل التفاصيل التفاصيل. وان مجرد القشره اللي بره دي ده الحاجه اللي من بره اللي اكشلي مش المفروض احكم بيها خالص. ومش المفروض ان انا اعتبر ان هي دي this is only what implies. دي بدايه بس كده ايه اللي هو شفنا الباب ده، في باب كده، ده الباب عشان نفتح الباب ونخش. جيرني بقى طويلة وبندرس حاجات كتيرة وكمية variations كبيرة وتفاصيل. وبتوضح أكتر قد إيه إحنا يونيك حتى لو كان ناس في الظاهر من بره عندهم بعض الحاجات في الأنماط متشابهة. ستيل كل ما بنركز في تفاصيلهم أكتر وكل ما طبيعة الإنسان الواحد بيفهم نفسه أكتر، بتعرف إن أنت غير عكس اللي جنبك مالكش دعوة بيه، أو غيره مختلف عن مش اسمه عكسه مختلف عن اللي جنبك. فالأرقام والأسامي والحاجات اللي هندرسها كلها من باب الأمانة، بس حاطة disclaimer. مش بناخدها عشان نجري نقول انت تايب كذا وانا تايب كذا وفلان تايب كذا فكأننا خدنا كتالوج مانيوال كده ونبتدي نكلاسيفاي people in boxes. خالص. انا when I teach Enneagram I always teach it from perspective I am not my type. ليه بقى؟ لان احنا فعلا مش التايب. الانياجرام لما هنشرحه دلوقتي والحاجات اللي هقولها لكم الى حد كبير بتبقى شارحه بعض الانماط في الاول خالص بيسك مش في الديبر ليفلز. بتشرح حاجات من two extreme points: extreme healthy و extreme unhealthy. ال unhealthy ده اللي هو اللي بيبقى زي شبه survival mode when we're under stress واحنا مش شغالين على نفسنا خالص. فبتدي تطلع منا تصرفات، التصرفات دي الى حد كبير سهل نريليت ليها. ليه بقى؟ لان دي الحاجات اللي اتبرمجت جوانا واحنا صغيرين growing up. فهو ده السرفايفل ميكانيزمز بتاعتنا والكوبينج ميكانيزمز بتاعتنا. فسهل قوي نريليت ليها. ولكن لو ركزنا في اللي انا قلته دي السرفايفل بتاعتنا، طبيعة الحياة طول ما بنشتغل على نفسنا وبنكتسب awareness وبنشتغل على الشادوز بتاعتنا، طبيعي ان احنا الفيرجن دي بتاعتنا ما بنروح لهاش. حتى لو واحنا ماشيين في الحياه حصل لنا اندر ستريس ورجعنا تاني طبيعي جدا ما نرجعش لنفس السيفيريتي. فكان هو مش كتالوج. it's not black or white. والنسخه التانيه الفيري اكستريم بقى اللي بنقولها اللي هي الاكستريملي هيلد او الايدياليستيك اوف ات. again بنوصل لها. بس احنا كبشر مش بنفضل واقفين هناك. الحياه طبيعي بتبقى شغاله داينامكس لايك الجراف السايكل بتاعت اللايف سايكل. ups and downs ups and downs ومش كلها نفس الاب ونفس الداون. لا ساعات بتبقى اب وساعات تبقى داون وساعات تبقى داون قوي ساعات تبقى اب قوي ساعات تبقى وساعات. والطبيعي ان احنا دايما بيبقى في variations كده في النص. فعشان كده بس حبيت اوضح ان اللي احنا هندرسه مع بعض دلوقتي ما يتاخدش على ان هو كتالوج. واول ما القط بعض التصرفات من حاجه معينه اقول ايه، اه هو انا التايب الفلاني فانا بتصرف كذا فهو انا المفروض ابقى مفيش حاجه اسمها المفروض. احنا بناخد الكلام ده علشان نعمل ايه بقى؟ to unbreak ال patterns. لو انا عندي survival coping mechanism لسه متحكمه فيا، the way of the enneagram او the purpose of studying enneagram is to بقى ان انا ابقى فهمت ال patterns اللي بتسيطر عليا so that I can unlock الحاجات دي و reclaim my power back again. لان انا مش التايب اللي اتكون وانا طفل صغير او teenager. لان الانياجرام بيبقى هشرح في الفيديوهات الاكتر في التفاصيل بيتكون في اول مرحله ال up to مثلا 13 14 years sometimes a little bit earlier sometimes a little bit later.
وبعد كده بيبقى ده الباترنز خلاص اللي اتكونت جوايا وسستمت بيها في حياتي. فاجان احنا النهارده مش ال teenager versions of ourselves or the young versions of ourselves. فبالتالي it's not about ان انا اقول انا كذا واخش جوه بقى الصندوق. لا it's about actually ان انا اقول هو انا كنت دخلت في الصندوق زمان ليه، هطلع براه ازاي. وفي نفس الوقت برضو مهم جدا حاجة another disclaimer تانية مهمة، ان ما ينفعش نمشي type people. اللي هياخد الانياجرام عشان يمشي يقول اه اللي حواليا تايبات كذا، هيخسر فايدة الانياجرام، ويخسر الادد فاليو اللي كان ممكن يقادها لنفسه. احنا بندرس الانياجرام او بندرس الانياجرام من باب again السلف اويرنس. انا عايز اعرف انا دخلت نفسي وانا صغير في انهي سنة دي، علشان اطلع براها، عشان اريكليم باي باور وابتدي اعيش to my full potential اللي ربنا خلقه لي. دي حاجة. الحاجة التانية، بندرس انياجرام عشان لما بنفهم الحاجات دي، بنفهم الاختلافات الموجودة، بنفهم ان كل بني ادم عنده القصة بتاعته. So it's almost never personal. فبنبتدي نتراحم. فانا مش ببقى بدرس الاختلافات بتاعت الانماط علشان امشي احط الناس بقى في صناديقها وابتدي ادجudge انت فلان وانت فلان وانت فلان، لا خالص. هو عشان تو اندرستاند ان أنا لو شفت تصرف، على فكره ومش من حقنا نحكم على تصرف واحد ابدا، ولكن حتى لو قابلنا ناس والناس دي قالت لك انا والله التايب الفلاني او انا وات ايفر، نبتدي برضو اجي ما تعملش معاهم ان هم التايب بتاعهم، ولكن بنفهم ليه في حاجات ممكن تبقى تريجرنج ليهم، ليه في حاجات بتبقى بالنسبه لهم بتخوف زياده، ليه في حاجات بالنسبه لنا doesn't make any sense make sense to them. فمن باب ان في اختلافنا رحمه. هو ده البرسبكتيف ندرس منه الانياجرام. والحاجه الاخيره اللي عايزه اقولها، احنا كالناس اللي عندهم اطفال، بلاش نحط ولادنا في التايبس، لان زي ما انا قلت او هقول قدام شويه اكتر، الانياجرام دي بتبقى تايبس بتتكون من since birth لحد up to 13 14 years. فلو انا عندي ابن شايفه فيه بعض، او بنت شايفه فيه بعض التريتس اوف one of the types، ما اقدرش اقول انت التايب الفلاني وعامله على ان هو التايب الفلاني. ليه بقى؟ لان انا كده بقصص، فعليا بقصص الوينجز بتاعته، لان هو لسه ما تسيستمش لحاجه معينه. والواحد لما اصلا بيبقى عايز يربي كويس ولاده على قد ما بيقدر وبيسعى في موضوع، احنا عايزين نتفادى ان هم يخشوا جوه الصناديق. احنا عايزينهم يفضلوا الفول بوتنشال بتاعهم. طبعا هنعمل ميستيكس عادي جدا، mistakes are opportunities to learn، هن apologize وهن readjust، ولكن again ببقى من الاول setting الانتنشن ان انا باخد الانياجرام to work on myself for myself to become a better and healthier version of myself. ان انا اتراحم مع الاخرين، مش to judge them and put them into boxes واحط عليهم labels. وولادي اعرف اتفاهم sometimes انا ايه بقى اللي هم بيعملوه بيترجري عندي. So دايما bring back the focus to me. ولادي التصرفات اللي بيعملوها دي بتستفزني انا ليه، بتفرق معايا انا ايه. طيب هم بما انهم لسه جواهم كل الانماط ما تشكلتش حاجه معينه، فبالتالي ممكن بعض الحاجات تيجي ببعض الموتيفز اللي عندهم، إحنا لسه هم نفسهم لسه exploring life. فبالتالي اتفهم اجانا اللي قلته ان هم they see things differently، ليهم different needs، ليهم different values، ليهم different fears، ليهم different motivations and desires. فابتدي احاول نقرب المسافات، وبيفن given ان احنا الكبار، فالطبيعي ان احنا اللي عندنا الماتيوريتي والكابابيلتيز ان احنا نقرب لهم اكتر، بدل ما نبتدي نحط لهم ليبلز ونحط لهم اتهامات انكم عندكم مشكله وانتم مش عارفين مين وانتوا ايه، فاحنا نزقهم بقى جوه البوكسات بدل ما نساعدهم ان هم يفضلوا بره البوكس.